في هذا الفيديو غنتعرفوا على ابرز الفنانات الشابات اللي سطونا كاملين بلا ما تنكروا. ماريا نديم بنت التسعينات، هي كتعتبر من بنات الجيل الذهبي. تزادت في الرباط في 21 غشت 1995. غشت هو شهر 8، يعني كتعتبر سيدي العمر ديالها تبارك الله ما شاء الله 28 سنه. كبرات، الله يكبرنا في طاعه الله ورسول الله. ماريا نديم نعتبروا انها يتيمه الاب، بالرغم من انه والله اعلم انه مازال عايش، ولكن قبل ما تزاد تلقى باباها انه تخلى عليها. فاش تزاد راه لقات انه ماما هي اللي كتشكل لها الاب والام. هادشي علاش كنشوفوا انه ماريا نديم كلشي كيقول عليها من الرجله، لانه سي نورمال. ما لقاتش باباها، راه عادي انها تشوف كيفاش دير باش انها تحمي ماماها، وراه سي نورمال انها تقصح مع الوقت. بالنسبه لماريا فكتشوف ان ماماها هي اهم حاجه عندها، اما باباها فما عندهاش الوقت ولا الفضول انه تكتشف شكون هو ولا فين كاين ولا فين رماه الزمان. كيعجبها الغناء والرقص، ولكن رفض الام من بعد ما قالت لها ماريا انه غندير اكس فاكتور ولا غنلتحق باكس فاكتور. رفضت الام، وهذا الشيء اللي خلاها انها تسمح في كل شيء وتمشي بلا ما تعرف ماماها. مشات لاكس فاكتور وشاركت، وهنا غتكتشف ماماها انه بنتها ماريا راه بالفعل دارت اللي في راسها ومشات شاركت في اكس فاكتور، وغيعجبها الحال وغتكون فخوره ببنتها اكيد. ماريا نديم اللي كتعرفوا انه كانت قرات، ولكن القليل فيكم اللي كيعرف انه راه قرات المحاماه من بعد ما شدت البكالوريا. غير هو ما كانش عاجبها هذا الدومين، ولكن بالعكس كان عاجب الام ديالها، هي اللي كانت اقترحت عليها انها خصها ضروري تقرا القانون باش انها تكون قاضيه ولا محاميه. وهنا في اكس فاكتور تما غتعرف على كاظم شماس، عجبها وهي اللي مشات تعرفت عليه. كما كتعرفوا انه ماريا راه كيبان عليها انها زعيمه بزاف، وهادشي كيعجبني صراحه فيها. المهم مشات تعرفت عليه، ومن بعد اعجاب لقات باللي راه كبر منه بعام، وهادشي اللي خلاها انه تراجع. ولكن في النصف النهائي ديال اكس فاكتور جا كاظم شماس وعاود تعرف عليها وقال لها راه ما كاينش مشكل، هانيه. تما غيتحول الصداقه ديالهم لعلاقه جديه، ومن بعد علاقه حب طويله اخيرا تزوجوا لمده 3 سنوات عن حب طبعا. ولكن اخرتها غتنتهي قصتهم بالطلاق من بعد 3 سنين ديال الزواج. ولحد الان حتى شي واحد ما عارف شنو السبب الحقيقي، لانه حتى شي واحد ما غيعرف اسرار البيت، وغيبقى داكشي دائما سر بين الزوج والزوجه. كاظم بدا حياته، تزوج ودار دارو من جديد، لانه داروا طلاق اتفاقي عادي، كل واحد يبدا حياته من جديد بالحلال. المهم هو تزوج، وهي اكيد من بعد ما مرات بواحد الفتره ديال الاكتئاب والحزن اكيد حتى هي غتلقى واحد السيد اللي غيعوضها على كل شيء. واحد الزوج الثاني اللي غتزوج به من بعد مده على الطلاق ديالها تقريبا عام، من با عام، المهم ما كاملاش عام، وغتزوج به.
وغتكون مداريه على لي ريزو سوسيو او على العلن. من بعد غتكشف على وجهه غير هذا العام، وكيتعتبر انه رجل اجنبي مازال ما عارفين شنو اصله وشنو فصله، واكيد غادي نقلب لكم باش نشوف شكون هو. وكيتعتبر كذلك انه بعيد بعد تام على المغرب، يعني ماشي مغربي وماشي فنان وما عنده حتى شي علاقه بالمجال الفني اللي كنعرفوا انه كتسطى وكتحمق عليه وعايشه معاه الحياه البسيطه والجميله جدا. وكنشوف انه فراسكم كنشوف انه غيشكل لها واحد الزوج احسن بزاف من كاظم شماس. وهذه هي الصوره ديالو من بعد ما دبرت لكم عليها في الكونت ديالها. وكيتعتبر انسان يعني كيبان فيه انه كيبغيها بزاف، وكذلك غترتاح معاه مزيان لانه اول حاجه بعيد على المجال الفني، وكنعاود نركز انه بعيد على المجال الفني. تألق شخصية نعمة في مسلسلنا الشيق جدا إلى دق الحال اللي كيتم استعراضه على القناة الأولى نهار 2 ولا 4 في 10 ديال الليل، وكذلك كنحطو التلخيص ديالو في لاشين ديالي هذه نيت اللي كاينين فيها دابا، وكنحط الحلقة كاملة بدون موسيقى بدون إشارات عفوا وبدون تبرزيت وصداع الراس في القناة الثانية اللي غنحطها لكم في المنتدى. الو كما شفتوا انه شخصية نعمة في المسلسل ديال إلى دق الحال كانت دارت واحد التألق جيد جدا او لا اكثر من ممتاز، ما كتعتبرش انها مبتدئة ولا شي وحده مغنيه، بالعكس بينات على المجهودات ديالها او على المهارات ديالها الممتازه جدا. وهادشي اللي خلانا اننا نتشوقوا ونقلبوا على حياتها الشخصيه وكيفاش تخلقت لنا هاد الايقونه الفنيه او الاسطوره الفنيه. من بين الأعمال الممتازة جدا ولا الأعمال ديال ماريا نديم، فكنشوفوا أنه في كل عمل كتورينا وجه آخر، بالرغم من أنه كتشترك في واحد الصفة مشتركة ما بين الأعمال ديالها، أنها كتخلق دائما صفة ديال البنت متمردة شجاعة مرجلة وقوية وما كتخافش الرجال وما كتحملش الرجال. دائما هذا الشيء اللي كتشخص لينا للاسف ماريا نديم، باعتبار انه يقدر مازال متمسكه بداك الكره والحقد اللي طرا ليها، يقدر والله اعلم من الاب ديالها، والشيء اللي خلاها انها تكره جنس الرجال ولا ما كتبغيش انه يحكمها شي راجل. فمن بين الاعمال ديالها الناجحه كاين اسرى النساء اللي تم البث ديالو في القناه ام بي سي 5، الجزء الأول والثاني والثالث اللي شكلت فيه واحد الأخت عندها قهوة ومتمردة جدا وكتكره الرجال. وكذلك فيلم ديال شمس العاشية اللي كانت مع سلوى زرهان اللي كان خلق واحد ضجة في المغرب لأنه كيهضر على اليوتيوبرز وكذلك الفلوس الطائلة اللي كيدخلوا من القوالب ومن المعاطية. وكذلك السلسلة الكوميدية اللي كانت تبث ديالها في القناة الأولى في رمضان 2023 يبان وصراحة أنا ما تفرجتش فيه لأنه ما كنحملش الكوميديا في رمضان، كيكون معبسه وطلع عليا اصلا الدم. اما بالسلسله اللي كتمثل ماريا نديم بشكل شخصي جدا واللي لقات فيها راسها هي سلسله عائشه، اللي شفنا انها في الفتره او اللقطه فاش كانت مع باباها في مسلسل عائشه بينات وجهها الحقيقي وكانت كتهضر بواحد الحقيقه، يعني كانت كلنا بكاتنا وكلنا حسينا بها باللي داك الهضره خارجه من قلبها بحال كانت كتعاتب باباها بصح. واخر حاجه كان هو مسلسل الى داق الحال. فكنتمنى انه هذه السيره الذاتيه ديالها المتواضعه جدا تنال اعجابكم، وخليت لكم هذا المقطع والتلخيص ديال الاحداث اللي طراو لماريا نديم وخطيبها عبد العالي في مسلسل الى داق الحال في الحلقه 5 و6. ما تنسونيش في اشتراكاتكم، راه كنلخص الحلقات وكنعطي رايي الشخصي. بالنسبه لنعمه فقصتها قصه حتى هي في الحلقه الخامسه عبد العالي الخطيب ديالها كانت اتصلت به المديره ديالو اللي كلنا عارفين انه كتحرش، فقالت لي انه ضروري نمشيو انا وياك باش نتلاقاو مع واحد الكليان مهم جدا.
في داك الوقت اتصلت به نعمه وقالت ليه فين غادي من بعد راه محتاجاك. قال لها راه غنخرج مع شي صحابي. المهم مشاو للقهوه هو والمديره ديالو، فاذا بها كتعطيه واحد الشيك ديال 10,000 درهم، مليون سنتيم. ثم غيلتحقوا بالبلاصه اللي كان هو في بالو انه غيشوفوا كليان تما، واذا بيه غيلقى غير هو والمديره فقط لا غير. هنايا كانت نعمه كتصل به باش انه يعاونها في هذه الكارثه اللي وقعت لها، ولكن ما كيجاوش للاسف، وكان خارج ديك الساعه ومخلي غير المديره هي اللي غتهز التليفون وغتجاوب نعمه وغتقول لها شكون انتي، وغتقول لها نعمه راه انا خطيبته، وغتقول لها المديره انا هي المديره ديالو. فنعمه هنايا غتفهم بانه عبد العالي مشى مع المديره اللي كانت اصلا قالت ليه انه يقدم الاستقاله ديالو، يعني ما يبقاش معاها. عبد العالي ملي رجع ولقى المديره جاوبت في التليفون تلف ما عرف باش تبلى. نعمه من بعد ما شفت انه عبد العالي ما استاقلش ورجع مع المديره، غيكونوا البنات هنايا في الدار اصلا ناشطين كيوجدوا لواحد الفيشطه بيناتهم هكا واللعابات وداك الشيء. غتجي نعمه غتفرغ فيهم الغضب ديال الدنيا واللي بقات فيها هي ديك السيده اللي كانت دايره داك الماسك ما سخاتش به كاع واخا ما عرفت شنو يوقع. ايوا غتبدا تهز عليهم نعمه غدير السباب ديك زينب، خذي رحلة كتجرو خايفين خذي عليا، غتقول لهم حيت دخلتوها للدار غتخرجوا عليا كلكم. شويه عتيقه عايشه دميعه دخلت عندها وغتقول لها نعمه واش انت اللي مدخله زين لداري؟ غتقول لها راه ما قديتش انني نخليها تماما. المهم نعمه جرات عليهم جمله لانه هي جات غضبانه من جهه عبد العالي وجات كتفرغ في البنات. المهم جرات عليهم وخلاتهم تما النهار كامل، كل وحده واشنو كدير، كل وحده كتقول انت اللي درتي علاش انت، ولكن في الاخر كلشي لامو زينب ولامو عتيقه لانها هي اللي دخلت زين للدار. فالمهم بالنسبه لعبد العالي، فمن بعد ما اكتشف انه المديره جاوبت نعمه ودارت ليه مشكل كبير، غيضطر انه هو يعني ينفجر في وجهها وغيقول لها انا اصلا هاد الخدمه ديالك راه يعني مشبوهه ما عجبانيش وما بقيتش معاك. فهنايا غيلوح لها ديك لا ديميسيون ديالو، وكذلك غيحط لها داك الشيك ديال 10,000 درهم اللي هي مليون ديال السنتيم. العلي غيمشي للدار عند نعمه باش انه يفسر لها وباش ما يضيعهاش ويخسرها. غيقول لها راه سمحي لي راه مشيت، راه كنت عول انه نمشيو نشوف واحد الكليان وغنحط لها ديميسيون ديالي وصافي وسدت مدام. وغتقول له انه فاش كنت انا محتاجك كنت انت مبند وجالس حدا المديره ديالك وجالسين في لابيسين وانا جالسه كنتكرفس بوحدي وتشفرات ليا الطوموبيل وشحال من حاجه، وعلاش كذبتي عليا. ما يبقى يشرح ليها وغير غيذكر لها داك الشيك ديال 10,000 درهم وباللي راه لاحو على وجهها ومشى. هنا غيجبد الصداع على راسو وديال بصح. وفي راسكم قالت لي واحد الهضره اللي بصح حقيقيه ومنطقيه بزاف. دابا قولي دابا انت شنو الفرق بينك وبين بنات الزنقه؟ الا غزال هادوك اللي كيقولوا ما تزوجش موظفه حتى انت ما تزوجيش. المهم البنات بقاو في الزنقه هكا مع بعضياتهم، وصفتوا عتيقه انها زعما تدخل بخيط بيض بينهم وبين نعمه لانها هي زعما كتجمع معاها وكتسمح لها بزاف. فاذا بها راه غتلقى نعمه كدوي على ماماها بانها كاينه في الحبس وشمكاره وكدير لها بزاف ديال الشوهه. وهنايا غيتكشف السر ديال نعمه امام عتيقه، واللي غتكتشف انه ماماها اللي كانت كتقول انها ماتت في الحج وحاجه ونقيه وداك الشيء غتصدق غير شمكاره ومشرمله كاينه في الحبس. ونعمه هنايا من بعد بلي غتشوف بلي عتيقه راه واقفه كتصنت لها غتصدم الصدمه ديال العمر، وغتقول لها واش سمعتي شي حاجه ولا لا؟ تقول لها عتيقه ما سمعت ولكن غنسترك وغندير راسي ما سمعت والو، ولكن بشرط تدخلي البنات من داك البرد. فاكره حنا راه ما بغيناش نباتوا في الزنقه، رحمينا شويه. المهم هنا نعمه غتقول لها صافي غير دخليهم مسكتينا، المهم السير ما تفتحيش وصافي. صافي وغتبقى مصدومه وكتبقى تضرب في راسها وكتسد فمها لانه غتقول بانه خرجت على راسها. عتيقه غتهبط هاد البنات كأن شيئا لم يكن وغتقول لهم بلي راه نعمه راه راضيه عليكم وحتى زين راه راضيه عليها، يعني غيدخلي ماشي مشكل. عبد العالي غيقول لها وانا عتيقه واش ما غندخلش غنبقى هكا بيت في الزنقه كي مشاش؟ غتقول له لا انت بالضبط مازال غضبان عليك لانه درتي معاه شي زبله خايبه خويا عبد العالي. وهنايا ولكن ومع ذلك غيبقى فيها وغتقول له دخل ولكن ما شتيني ما شتك، غتدخل ديريكت لبيتك وفي الصباح بكري مع الفجر غتخرج في حالتك. في النهار الثاني كان خرج عبد العالي كما وعد عتيقه انه يخرج في الفجر. ملي رجع بدا كيقاد كيحل في القفل بالساروت ولقاه تبدل، وقالت له نعمه انه القفل راه تبدل، هذه ماشي دار باك وندها كريم ما كتخلص لا كرا لا ماكله لا والو وعايش فابور وزايدها بالخيانه، فلهذا غتقول له خرج عليا ودي عليا شطيطك وبالسلامه عليك. وهنا عبد العالي غيلقى راسو انه صافي طلع للزنقه، غيبقى يمشي يدور حدا البحر وغيبقى يفكر واش يحرق ولا يرجع للمديره. هذه جوج اوبسيون اللي عنده، اما نعمه راه مشات صافي. في هذا الاثناء نعمه غيبقى فيها الحال في العشيه غيتنادم مع الحال، غتبدا تفكر انه تصوني لعبد العالي وغتلقاه انه اصلا ما حالش التليفون، يعني طافي تليفونه. في الغد لي غتمشي تخدم مع واحد السيد هكا في واحد الاوتيل، وغيبان لها كيتصوروا مع واحد الفنان شهير اولا واحد اللاعب شهير، كلشي كيتهادف عليه الا هي جالسه ودايره راسها معفره ما كتعرفوش. جا عندها وخدا نمرتها وعطاتو النمره
وقال لها انني تشرفت بمعرفتك. المهم هادشي اللي طرا. اما بالنسبه لعتيقه اولا خديجه، فعتيقه كما كتعرفوا انها دايره زبره مع رجلها، انه ما عرفاش واش حيت ولا ميت. ملي جا واحد السيد باش يصاوب الفران البنات لانه تفرقع في العشيه، جات هي تخلعات وبقات كتغوت. وهنايا نعمه غتشك فيها هي والبحريه، غيشكوا فيها انه كاينه شي حاجه ما هياش. المهم عتيقه من بعد ديك الخوف اللي فش لها الركابي وهبط لها الماء في الركابي، غتطلع للسطح باش ترتاح. وغتلحق عليها نعمه تقول لها قولي لي شنو كاين، راه بنتي ليا ما هياش، واش مخبيه شي حاجه صقعه عندك يكونوا البوليس تابعين، كنتي جايه مخبيه عندي هنايا. تقول لها راه ما عندي حتى شي مشكل. تقول لها والو، خصك تعودي لي المشكل شنو كاين، واش كتعرفي داك السيد اللي جا؟ قالت لها لا راه ماشي كنعرفو، كيشبه لي لواحد ولد عمي، كانوا بغاو يزوجوه ليا بزز باش يديو ليا الورث وانا هربت ليهم، وصافي هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه لعتيقه فقررت انها تخدم على راسها باش انها تداوي عينيها. وهذا الشيء اللي غدير، غتمشي تدبر على فليسات وغتشري واحد المحيل متنقل صغير، وغدير فيه ماء الورد، المنتوجات النباتيه ولا الطبيعيه للوجه تجميليه. وشويه غيجي المقدم ولا ما عرفت القايد المقدم غيقول لها فين هي الرخصه وشكون انت. غتجي نعمه غتقول لها ودي راه ما عندهاش لاكارت ناسيونال، راه ودراتها. عافاك الا غيشوف كيدير. غتقول لي راه انا بغيت عافاك نخدم باش انني نجمع الفلوس نصلح عينيا، راه كيضروني. غيقول لها المقدم انه راه كاين واحد البلاصه، راه غتمشي للمقاطعه غتدفعي غير لاكارت ناسيونال، غنديروا لك عمليه فابور، ما تدفعي حتى ريال. جبتي معك لاكارت؟ علاش لاكارت اسيدي؟ داكشي اللي غدير، غتمشي غتسول باش انها شنو غادي خصها، غيقول لها لاكارت ناسيونال. وهنايا غتلقى راسها وحله، لانه لاكارت ناسيونال ماشي من مصلحتها انها تجبدها، حيت البنات غيعرفوها سميتها خديجه ما سميتهاش عتيقه، ويقدروا يجريو عليها من الدار. ما جبتيش لاكارت راه ما يخليكش ديري العمليه. غتجي غتشكي على نعمه باش تفكها، حيت هي كتشوفها انها فكاك الوحيل ولا بنكه متنقله. فتقول لها راه ما عنديش لاكارت اختي نعمه، راه توضرات ليا واصلا راه خليتها في الدار. تقول لها نعمه راه ما يمكنش انك ديري العمليه وانت ما عندكش لاكارت ناسيونال، كيفاش غيعرفوا؟ لهذا غتلقاها عتيقه راسها كتفكر بزاف، وفي ديك الاونه نيت ما جات بحريه تشطب داك السطح حتى لذاك النهار، وغطيح على لاكارت ناسيونال ديال خديجه السعيدي، عتيقه اللي غتلقاها انها سميتها اصلا خديجه. وهنا غنعتبروا انه راه السر ديال عتيقه تكشف. اما بالنسبه لزينب فكما كنعرفوا انه زينب هربت لباها بوعزه حيت بغى يزوجها، وغتجي عند البنات باش انهم يستروها، وغتكون شاده في يديها واحد الوليد ديال ديك السيده اللي كانت خدامه معاها في القهوه، وغيرفضوها البنات رفضا تاما، خصوصا نعمه حيت هي مولات الدار. غتقول لها ما عندي ما ندير بالمشاكل. المهم من بعد غتجي زينب غتلقى راسها انها وحلات، وخصها ضروري تشوف كيدير داك الوليد. داكشي اللي غدير، غتمشي للباب ديال الجامع في الحلقه 6، غتحط داك الرضيع تما وغتزيد في حالتها. وهي غاده في الطريق غتلقى الام ديال داك البيبي غاده في الطريق، وغتقول لها فين هو ولدي. هنا غتقول لها زينب انه داك الوليد راه حطيته في قدام الجامع. تقول لها لا ما تحطيش في قدام الجامع، يقدر بعتيه ولا ودرتيه، صافي داكشي اللي كاين. تقول لها والو، تولدي لي ولدي تجيبيه تشريه، المهم تجيبي لي ولدي. وهما راجعين غيقلبوا في ديك البلاصه غيلقاو واحد الطلابه يلاه داتو. وهنا بقاو مجرين معاها شي نص ساعه ديال الفيلم بعدا، داكشي علاش كنلخص لكم. المهم يبقاو مدابزين معاها شحال، وفي الاخر غتقول لها زينب غير لما تلقي داك الولد ولا غنجيب لك البوليس يديوك فين ترباي باش نيت تطلبي بمجهد نيت. صافي تما غتهرب الطلابه وغيديو الوليد في سلام وغيتفارقوا. اما بالنسبه لبات زينب بوعزه، عيط لداك السيد اللي بغى يتزوج بنته زينب، وبقى يعني كيضحك عليه، كيدير راسو راه كيهضر مع بنته زينب، وهو راه ما كيهضر مع حتى شي حد. كيقول لها زعما شحال بغيتي في الصداق، شحال هادي وهادي، وبقى شويه. المهم كيقول لها الله يشافيك يا بنتي، راه عارفك مريض ما قداش تخرجي ما قداش تدخلي. صافي وغيعطيه السيد 10,000 درهم في الصداق ديالها. المهم داير راسو فحال الصحنيت، راه البنت راه موافقه وكل شيء. المهم السيد بوعزه راه خدا الفليسات وحسبهم، وداك السيد الاخر راه شرب كاس ما لقيتش فين نمشيو، ما كنعرف حتى شي واحد في كازا غير هنايا. الوليد لميمتو رجعت عاود للدار ديال البنات ديال نعمه، وبقات كتحزر في عتيقه انها عافاك تعتقها. المهم شوفوا انا لخصت لكم المسلسل، داكشي علاش غتشوفوا مره عتيقه مكتئبه مره كتضحك. المهم هنايا بالنسبه لزينب رجعت، ولكن عتيقه غتبقى تقول لها عافاك لما سيري راه غتخرجي عليا وغنسقو خارجين لهنا لانتو غنتوضروا في الشارع. ولكن بقات زينب لاصقاها وجلست لها في الطبله وقالت لها والو والله حتى نجلس. وشويه بقات عتيقه كتشوفها وديها ديال الثقه ما غتمشي فين. قالت لها عرفتي اش ديري، جلسي يا اختي، ولكن ما شتيني. المهم في هاد الاونه باها بوعزه القهوه باش تفتح بديك 10,000 درهم ديال بنته وبقى كيتصل بالشيخات وداك الشيء، وكيقول للناس اللي في القهوه خذوا كلوا الشفن 2-3 كيلو والطويجنات ديال المعزول البقري اللي بغيتو ديروا. وشويه هو السيد العريس واقف على راسو وقال لي بنتي كربانه انت ما تصاب على عباد الله.
وراكم عارفين الناس ديال الدوار ما يربحوا ما يخليوك تربح. المهم بيعوا به بلي راه بنتو راه هربانه راه ما كايناش. صافي غيشوف بوعزه راسو حصل حصل اللهم يطلق ديك 10,000 درهم ما بقى داق منها حتى درهم. المهم الطاجين مشاو الشفنج مشاو وكلشي مشى. صافي السيد غيمشي غضبان وغيسلم الامر لله. اما بالنسبه لزين فالغد اللي من بعد ما فطرات هي والبنات فجات عند نعمه قالت لها بسلام عليك اختي، ما بغيتش نمشي قبل ما نقول لك بسلامه. يلا خليت لكم الراحه انا غنمشي نخدم على راسي بلا ما نبقى متقله عليك. نعمه تقول لها والله يا اختي لا عتبتي داك الباب ارتحيت لك وحبيتك ما نخليكش تمشي. فيك اللي تخدمي بدراعك ولا لا؟ واش باغا تخدمي على راسك نخدمك في سبيل الله ماشي مشكل. وتقول لها زين بكل فرح بغيت نخدم على راسي باش ما نرجعش عند با حيت غيقتلني حيت باغيها فيا حسيفه الا ما قتلنيش غيزوجني. ما عندك انت مشيت الزين. وهذا الشيء اللي غيكون من بعد ما غسلت نعمه الطوموبيل وانتكاتها مزيان غتدي زين عند واحد السيد باش تخدمو عثمان. المهم بين قوسين السي عثمان غتديها باش تخدمها ولكن زين ما ارتحتش لهذا السيد. قالت لها بنتي راه ما نبقاش معاه بوحدي وهو زوفري في الدار فلهذا ما نقدرش شويه. قالت لها نعمه بنتي جلسي راه غتاخدي فلوس شاخته زعما وراه السيد محترم وكنضل نخدم معاه يعني عادي. كنصيفط ليه يعني السيده البنات من عندي في هذا يعني عادي عمر شي وحده ما تشكات. ولكن زين غتلاحظ انه السيد يعني خفيف شويه ولا خفيف بزاف يصح القول بدا كيتبسل عليها. هنايا غدير واحد الخطه انه بدا كيلصق فيها وغدير واحد الخطه غتقول له فين جات الدوش غيقول لها راه هنا وغتمشي وغتهرب في حالتها وغتجي تشكل نعمه غتقول لها راه داك السيد راه خفيف بزاف راه ماشي هو هذاك. غتقول لها راه ما عندي ما ندير بالحرام. نعمه غتجي تسول بحريه اللي كانت كتخدم معاه ديما في الاغلب وتقول لها راه بالعكس زوين ما كيتهلا. وشويه غتلاحظ نعمه انه بصح راه السيد راه داصر وغتجي تبلوكي غتقول لها بحريه لا ما تبلوكيش خليه. المهم في العشيه غتجي زيم غتكون جالسه في السطح ولا بالاحرى نعمه تكون جالسه في السطح غتجي عندها زيم غتلقى واحد لا كومباتيبيليتي بيناتهم زوينه بزاف اولا بين قوسين التفاهم غتكون متفاهمه بزاف هي ونعمه باعتبار ان نعمه ما فاهمه مع حد. المهم نعمه شافت انه بصح زين عندها واحد القلب زوين بزاف وكيتشاركوا المعاناه في الحياه حيت زين حكات لها كلشي وعلى زواجاتها وعلى كلشي وبقات في نعمه بزاف وقررت انها تكون صاحبتها المقربه. صافي هذا ما كان هذا هو التلخيص ديال الحلقه الخامسة و6 وتسنوني في الحلقه السابعه راه غنلونسيها في واحد لاشين وحده اخرى حيت جاني سينيال على جوج الخطرات وما نقدرش اصحابي الريسكي بالقناه ضربه فيها 6 سنين ديال الخدمه. بالنسبه للحلقه راه كنحطها بلا اشهارات بلا والو اصلا في هاد لاشين اللي اصلا مفعله الارباح عساك ديك الاخرى اللي ما مفعلاش اصلا حيت درتها على ود الى داق الحال. المهم غتكون بلا اشهارات ديال الفيلم وبلا اشهارات ديال لاشين اصلا. فنتمنى انكم تفعلوا الجرس وتشتركوا عندي في لاشين وكذلك تمشيو لديك لاشين اللي غنلونسيها لكم ان شاء الله غدا ان شاء الله غتلقاو الفيلم يعني في ديك جوايه 12 ديال الليل حتى لوحده الليل انا غنلونسيه لتما. اما في هاد لاشين ديالي فما نقدرش الا قدرت كاع غنقدر نلونسي غير طريفات ولا التلخيص ديالو فخليت لكم الراحه وعافاكم. قولوا لي كي جاكم التلخيص ديالي واش خفيف وظريف على القلب كالفلون ولا ثقيل. نتمنى انه الفيديو ينال اعجابكم ونكون بصح وتكونوا بصح تفرجتوا فيه حتى الاخر. السلام عليكم.